السلام عليكم، مرحبا بكم عند لي سافور دو لا تركيا افيك نزيهه. اليوم جبت لكم اتشما اللي هي بريوش تركي. والله صدقوني اكثر من رائعه، اكثر من رائعه. بنينه بزاف وخفيفه، وكي تصبح تاني تجي هايله. شوفوا معايا المقادير. عندي كاس حليب دافي، كاس ماء دافي، كاس زيت ناقص صباع، عندي مغرفه معمره تاع خميره الخبز، عندي زوج بياض البيض، الصفار نخليه من بعد. هنا درت 4 مغارف تاع السكر، درت 2 مغارف تاع حبه حلاوه، هذه انا اللي ضفتها. الوصفه التركيه ما فيهاش حبه حلاوه، ولكن انا اللي عملت. درت الكاس الاول، الكاس الثاني، الثالث، الرابع، يدخلوا لكم حتى ل5 كيسان تاع الفارينه. وما ننساوش الملح. عملت ثاني الفانيليا، درت 2 شكاير تاع لافاني. دخلوا لي حوالي 5 كيسان تاع الفارينه، وكل بلاد وفارينتها. دخلت مغرفه تاع العشاء تاع زبده ولا مارغارين، واش عندكم متوفر في الدار. شوفوا القوام تاع العجينه تاعي، لازم تحصلوا على عجينه تكون تلصق. نديروا شويه فارينه، شوفوا كيفاش راهي تلصق في اليد، ولكن نعجنوها، نجربوا نعجنوها واحد يعني من با دقيقه، واحد 40 ثانيه. هذاك وين تدخل يعني باش ندخلوا لها برك الزبده، ونتحصلوا على عجينه رطبه، نخلوها تخمر. بعد ما تخمر شوفوا القوام كيفاش خمرت، يعني ما شاء الله. هنا راني نعمل في دي بول هكذا كويرات، والله يبارك تخرج. كل شاك بول قسمتها على 2 ونجرب نتفرهم، يعني نعمل تفيره. ضروري خلوها تخمر مليح حتى وين يتضاعف الحجم تاعها. شوفوا كيفاش راني نطفر فيها عادي، ولكن في الغليق تاعها شوفوا كيفاش نعمل. ندورها على يدي ولي دو بو، فوالا، نحكم جهه والجهه الاخرى نحطها من تحت، وتعمل وتجينا هذا الشكل. هنا بعد ما كملوا كامل، نسخن الفوغ تاعي 200 درجه، ومن بعد جو في باديجوني بالصفار تاع البيض بلو جون دوف. يعني عطيت لهم الوقت باش خمروا، زادوا خمروا المره الثانيه حوالي 10 دقائق 15 دقيقه. درت لهم الجلجلان وحطيتهم يطيبوا على حرارة الفرن 200 درجة. صدقوني ما لحقوش 10 دقائق، وشوفوا داك القوام، جربوهم ما راكوش رايحين تندموا. والله وصفة أكثر من رائعة. هنا ما بقى لي غير نقول لكم شهية طيبة. اللهم ناتولون غوريشروز. السلام عليكم، في أمان الله، سلام.